بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كباكا يرفض العودة للنادي الأهلي. عمرة إمام عاشور تثير الجدل في 100 عقبة. وتعهد إمام عاشور لكابتن وليد صلاح الدين. الأزمة المالية تضرب النادي الأهلي. وتغيير الدماء في بيراميدز. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وندخل في تفاصيل أخبارنا النهاردة. واضرب اللايك الجميل وتعالى عشان عندنا تفاصيل مهمة أوي النهاردة. عندنا إن شاء الله الجولة الجاية مع النادي الإسماعيلي. عندنا غيابات. عندنا تريزيجيه، خلاص تريزيجيه هيغيب من اسبوع ل 10 ايام، وممكن توصل 12 13 يوم على حسب هو تمثل الشفاء وتقبله للبرنامج التاهيلي اللي حطه دكتور احمد جاب الله. برضه ما علمناه ان زيزو هيغيب قرابه الشهر. امام عاشور هيرجع بعد ماتش الاسماعيلي، هيرجع التدريبات الجماعيه، بس قرار مشاركته في مباراه الجيش الملكي ده في ايد يسترب، يا يشارك يا ما يشاركش. طبعا 3 غيابات تقيله قوي. هل مستر ياستر هيقدر يحط التشكيله ويحط الخطه المناسبه اللي تقدر من خلالها انك تلعب بطريقه مناسبه تعوض بيها غياب الناس اللي موجوده، والبدلاء يكونوا على قد المسؤوليه؟ اوعى تفتكر مباراه الاسماعيلي مباراه سهله. الاسماعيلي لو واقع طول الموسم، لو بيتغلب من طوب الارض، مباراه النادي الاهلي مباراه بطوله في حد ذاتها بالنسبه لعيبه الاسماعيلي. طول عمرها كده. الاسماعيلي يبقى مع احترامنا طبعا، الاسماعيلي يبقى واخد على وشه من كل فرق الدوري، يجي قدام النادي الاهلي يبقى ماتش حياه وموت، مش حامل ان احنا نضيع نقطه تاني في بطوله الدوري العام. خلاص انت داخل في الامتار الاخيره. المباريات اللي جايه يعني نظريا سهله، بس على ارض الواقع انت اللعيبه بتيجي في الماتشات السهله وبتضيع نقط. ولنا في ماتش البنك الاهلي عبره واعظه. كابتن محمد الشناوي هيشارك ولا هيتم استمرار مصطفى شوبير؟ الاخ كباكا رفض ان هو يرجع النادي الاهلي، شرطه الاساسي انه يلعب. فهو كان المفروض ان هو جاي بديل لمروان عطيه، وده الكلام اللي انا قلته. والناس برضو في ناس دخلت من اصدقائي دخلوا كلموني، احنا عندنا نص الملعب ما شاء الله مش محتاجين حد. لا، انت بديل مروان عطيه مفيش بديل. ما انا بتكلم على بديل مروان عطيه اللي كان بيعملها كان احمد رضا، واحمد رضا خرج. مين عندك بديل لاعب 6 يلعب مكان مروان عطيه؟ وقلت ان احنا محتاجين لاعب رقم 6 مكان مروان عطيه، هنقطع اعارته ونرجعه. فكابتن كباكا قال لك انا هكون بديل مروان عطيه، يبقى في حاله لو مروان عطيه مش موجود انا العب، محدش يلعب عليا. ما اتفقناش. فكباكا مش موجود، وكمان كان زد كان عايز يقول لك هتاخد كباكا تديني كريم فؤاد. فالدنيا خلاص، وكان فاضل كام ساعه على قفل باب القيد، فخلاص يعني الامور ما تمتش. امام عاشور راح السعوديه. كل السوشيال ميديا اتقلبت. ما اعرفش امام عاشور شاغل الناس ليه؟ ساعه النادي الاهلي ما كان مسافر تنزانيا، وموضوع امام عاشور انه ما مسافرش مع البعثه والكلام ده شاغل الناس كلها. الناس كلها سابت كل حاجه. خناقه شيكوبانزا في الزمالك مع ادم كايد، عبد الله السعيد اللي كل شويه تعبان ونازل ببرد واصابه ومش عارف ايه، عواد اللي ما بيروحش النادي ومقموص، ودلوقتي بيحاولوا يراضوه عشان محمد صبحي مصاب. سايبين ده كله، و12 ايقاف قيد وسايبين ده كله. وهي قصه امام عاشور هي اللي دايما موجوده في كل البرامج. اللعيب اتغرم وتوقف، وهو ارتضى وبيروح النادي كل يوم بيتمرن وخلاص. وبرغم كده ناس تقول لك ايه، واحنا عارفين مين الناس اللي بتقول ان امام عاشور راكب النادي الاهلي. يعني واحد متغرم 1.5 مليون وواخد ايقاف اسبوعين بيتدرب منفرد، بيتدرب في الجيم، ما بينزلش تدريب مع الفريق خالص، وبرغم كده يقول لك هو راكب النادي الاهلي ومدلدل. طب ازاي يعني؟ عايز افهم. لعيب عمل موقف والنادي الاهلي خد قرار حاسم وحازم وعاقبه وخد قرار معاه، والجمهور مش عاجبه وعايز العقوبه تتضاعف يا اما يغور في داهيه. ما حدش من جمهور الاهلي قال ان احنا نقطع العقوبه ولازم امام يلعب والكلام ده كله. ما حدش في جمهور نادي الاهلي اتكلم في دي خالص، ولا حد في جمهور نادي الاهلي طلع اتكلم ولا اي حاجه، ولا شفت اهلاوي واحد عامل بوست او كومنت بيقول ان امام عاشور خلاص كفايه كده ولازم يرجع.
وكابتن شوبير طلع قال هل نادي الاهلي هيعمل ولا مش هيعمل؟ ده واحد اعلامي بيتناول الموضوع. هل النادي الاهلي في نيه نظرا للمستوى؟ هل النادي الاهلي في نيه ان هو يقطع عقوبه امام عاشور؟ طلع كابتن وليد نفى الكلام ده خالص. ففين بقى اللي راكب النادي الاهلي؟ في احلامكم، في خيالكم. ليه؟ لان امام عاشور لسه واجعكم. احسن لعيب في مصر دلوقتي يا امام عاشور، خدناه من عينيكم، فلسه واجعكم، معاكم عذركم. فامام عاشور راح السعوديه بتوصيات من والدته: يا امام اطلع اعمل عمره ربنا يبارك لك. فامام عاشور طالع هو وزوجته وبنته، وبمناسبه كايلا بنته الجميله ان كان واخدها معاه النادي، فبرضه مسكوا الموضوع وقال لك امام عاشور راكب النادي ومحدش همه في النادي لدرجه انه واخد بنته مع التمرين ومش عارف ايه العلاقه يعني. ما الراجل مش رايح يتدرب مع الفرقه اصلا، الراجل رايح الجيم. يعني الراجل رايح الجيم، ايه المشكله بياخد بنته معاه؟ ما علينا. فالراجل طالع يعمل عمره واخد اجازه 24 ساعه. 24 ساعه راح يعمل عمره. كل الناس مسكت قالت لك ده امام عاشور راح يعمل حلقه مع رامز. برضه هم نفس الناس برضه. طيب يا ابو جهل، انا بقول لك امام عاشور عامل حلقه رامز جلال بعد كاس الامم، هو وزيزو كام لاعب في النادي الاهلي من بعد كاس الامم اصلا، يعني حاجه خلاص يعني من شهر واحد. فالراجل طلع يعمل عمره عشان الامور تستقر ويبدا يرجع تدريبات تاني ويلتزم وينتظم في التدريبات. امام عاشور كان ليه جلسه مع كابتن وليد صلاح الدين، وتعهد لكابتن وليد صلاح الدين الفتره الجايه ان شاء الله هتكون مغايره تماما، وانه هيلتزم وان شاء الله هيرجع احسن من الاول ويصالح النادي ويصالح جمهور النادي الاهلي. فبيقول لك جمهور النادي الاهلي عندي رقم واحد. فهو امام لما شاف ان الجمهور ده مش زي الجمهور اياه، عينه على الجمهور دلوقتي، باصص لجمهور النادي الاهلي، عايز يصالح الجمهور. اتمنى ان امام عاشور يلتزم وينتظم، وان شاء الله يكون الفتره الجايه فتره فارقه في مستوى امام عاشور. اخبط اللايك وتعالى بقى عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. هنتكلم عن ازمه النادي الاهلي الماليه. النادي الاهلي بيقال ان في ازمه ماليه وخصوصا في السيوله الدولاريه. طيب ايه اللي اثار الازمه؟ ان فريق السله راح يلعب دوره البال وهو معهوش ولا محترف. حتى المحترف اللي اسمه دومينيك ده اللي كنا بنتريق عليه وبنقول مش محترف اصلا، ما ينفعش حتى يلعب في صاله بيتهم، حتى مش عارفين يقعدوه يعني. طيب المدير الرياضي لالعاب الصالات قدم تقرير ان هو عايز على الاقل 2 محترفين يلعبوا مع الشهر ده، يعني هتكون التكلفه في حدود 70 80 100 الف دولار. طيب البال اصلا مجرد اشتراكك فيها بتاخد 70,000 دولار، حلو. لو كسبت البطوله بتاخد 90 كمان، مركز تاني تاخد 70، مركز ثالث بتاخد 50 تقريبا، يعني ارقام في الحدود دي كده. طب انت ايه المشكله لما تجيب 2 محترفين ب 100,000 دولار وانت هتكسب على الاقل 120,000، ده لو خدت ثالث. طيب لو خدت البطوله نفسها انت بتضمن مشاركه في كاس العالم، يعني انت مستخسر 100,000 دولار في حاجه هتوديك كاس العالم. الفرقه الليبيه بتجيب محترفين على اعلى مستوى في الشهر ده عشان خاطر عايز يروح في كاس العالم. تمام، فانت هتصطدم بمستويات عاليه قوي في البطوله دي. بس احنا ماشيين ايه؟ انت وبختك، انت وحظك. طبعا شفنا الصفقات اللي بيجيبها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، كلها صفقات على قد الايد. طيب احنا بقالنا كام سنه، 5 6 سنين بنروح نجيب محترفين على الله وبياخدوا اضعاف 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 مرتباتهم. النادي اللي بنروح نتعاقد معاه اصلا بدل ما يبقى طالب
قرش بيطلب 3 أو 4، وبندفع وبنجيب لعيبة سكة موسم موسم ونص، وبنبدأ نسوق عشان نمشيه. في الآخر غالبا بيفسخ عقده وياخد عقده بالكامل ويمشي. ده اللي بيحصل. لو ما بيحصلش أو بيحصل عكس أنا بقوله، كدبني في الكومنتات. أنا راضي إنك تكدبني في الكومنتات، كدبني لو بيحصل عكس اللي أنا بقوله. فاحنا ضيعنا فلوس قد إيه على صفقات ما فادتش النادي الأهلي. هنروح بعيد ليه؟ انت عندك اشرف داري، عندك جراديشار. شوف اشرف داري كان بياخد كام في بريست، شوف جراديشار كان بياخد كام في نادي السلوفين اللي كان بيلعب فيه، ولما جم الاهلي خدوا كام. شوف فرق الرواتب. اللي دخل اشرف داري وهو مصاب الاصابات دي ما اتحاسبش ليه؟ اللي غلط الغلطه في عقد كولر ما اتحاسبش ليه؟ مين هو وما اتحاسبش ليه؟ ليه الناس هي الاسماء احنا بنشوفها كل يوم هم موجودين؟ من حد اتحاسب في موضوع كولر؟ ولا حد اتحاسب اللي جاب اشرف داري؟ ولا اللعيبه السكه اللي جت على مدار السنين، وكابتن هاني رمزي باللعيبه الافارقه اللي جابها تحت السن؟ محدش بيتحاسب. احنا بنوجه الشكر وخلاص. الاستاذ اسامه هلال، مع احترامنا الشديد، الاستاذ اسامه هلال خبراته ايه عشان يمسك لجنه سكاوتنج؟ لجنه سكاوتنج دي حد يكون راجل لاعب كوره كبير، راجل عنده فنيات عاليه. ايه علاقه ماجستير قانون او دكتوراه في القانون بلجنه سكاوتنج؟ ايه العلاقه؟ ايه العلاقه ان انا عشان خاطر شاطر في القانون ابقى مدير تعاقدات شاطر، ابقى مفوض شاطر؟ طبعا بنشوف طبعا من ايام امير توفيق واحنا بنشوف مفيش تفاوض، مفيش شطاره في التفاوض خالص. انا بقول لك اللاعب ابو قرش بنجيبه ب3، اللاعب اللي بياخد 200 300 الف دولار في ناديه بيجي عندنا يحط رجل عليه بياخد مليون دولار. ففين التفاوض؟ مفيش. فاشلين في التفاوض، ما عندناش سكاوتنج. لجنه تخطيط ناس قاعده، مع احترامنا برضو لشخصهم، برضو ناس قاعده، ناس بتاخد مرتبات وما بتشتغلش ببلاش. الناس قاعده مفيش اي حاجه بتطلع خالص من تحت ايديهم. فين التخطيط للنادي الاهلي؟ لجنه تخطيط يعني انا بعمل حاجه للمستقبل. انا عندي معدل الاعمار بتاع النادي الاهلي متوسط 29 سنه. ليه؟ ان عندي نص الفرقه تقريبا فوق ال 30. طبعا محمد شناوي 36، تريزيجيه 31، بن شرقي شرحه، زيزو شرحه داخل على ال 30 برضه، هو امام عاشور داخل على ال 30، طاهر داخل على ال 30، الشحات 34، ياسر برضه داخل ال 33 سنه. ففين التخطيط بتاع النادي الاهلي؟ الناس الموجوده دي، مع احترامنا كابتن مختار والناس اللي موجوده معاه، انتوا بالكم في النادي قد ايه؟ سنه ونص او سنتين، داخلين على سنتين. عملتوا ايه في خلال السنتين؟ مين بقى اللي بيقيم الاوضاع داخل النادي الاهلي ويقول ده ناجح وده مش ناجح؟ ما هو مفيش، ما الناس موجوده، مفيش جديد وموجودين. والازمه الماليه مين السبب فيها؟ الازمه الدولاريه مين السبب فيها؟ ولا مفيش ازمه اصلا واحنا عشان خاطر يتقال احنا اكبر ميزانيه واعلى ميزانيه وعندنا وبقى 30,000 فرع والكلام ده؟ يعني احنا بنخترع ازمات او مخترعين ازمه عشان نوفر، عشان عندنا 3 فروع عايزين نبنيهم. معلش اللي يزعل، معلش انا اسف، بس ده النادي الاهلي فوق اي حد، والنادي الاهلي شعاره الاهلي فوق الجميع اصلا. فمعلش النادي الاهلي فوق كابتن الخطيب وفوق كابتن سيد عبد الحفيظ وفوق الناس كلها. رجال الاعمال اللي في النادي الاهلي مثلا مزنوق في ال 100,000 دولار بتوع البال. 100,000 دولار. مفيش حد في رجال الاعمال اللي موجودين اللي فيهم ناس مليارديرات مش قادر يوفر 100,000 دولار للنادي الاهلي. حتى لو على سبيل السلف يسلفوهم النهارده وياخدهم لما الدنيا تمشي شويه تفك شويه. نادي الزمالك ما عندوش ازمه دولاريه، تخيل، ما فيهوش فلوس اصلا، موجوده الدولارات، وقت ما بيعوز دولارات بياخد. اشمعنى؟ ما هو لو انتم مش قد الشغلانه سيبوها. ما انتوا بتقولوا ان في ازمه دولاريه،
طب انا شايف الزمالك ما عندوش ازمه دولاريه، وكان عنده 10 محترفين، وكان بيقبضهم كلهم بالدولار، وعنده محترفين في كل الالعاب. ما هو يا اما انت بتوفر، يا اما ما انتش قادر تعمل اللي بيعمله الزمالك. مش عايزين نطول في القصه، لان واضح ان كابتن الخطيب السياسه هي كابتن الخطيب هو الامر الناهي داخل النادي الاهلي. بيراميدز بيغير الدماء دلوقتي، بيراميدز بيطلع كل اللعيبه الكبيره اللي عنده، خلاص هيفضي الفرقه من العواجيز اللي فيها، وهيبدا يدخل شباب على الفرقه، وهيصفي المحترفين اللي عنده. يعني كارتي ممكن يمشي اخر الموسم، بلاتي توري خلاص مشي، فاستومال اعتبره مشي، وناس عندهم لجنه سكاوتنج محترمه، ناس عندهم هم اتنين بس اللي بياخدوا القرار داخل النادي، مش 50,000 واحد لازم يدوا رايهم وناخد وقت كبير في الصفقات. لا، هم اتنين يقعدوا مع بعض يتفرجوا على اللاعب، اوكي خلص، لا في 48 ساعه الصفقه خلصت، محدش بيحس. هل بعد فتره الانتقالات ما خلصت هل هيكون في تقييم للجان اللي موجوده في النادي الاهلي، ونشوف بقى مين اللي هيستمر معانا ومين اللي ما يستمرش، ولا هيبقى الحال على ما هو عليه؟ اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنساش اللايك والشير عشان نوصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم، ملعب بوخارست. شكرا، السلام عليكم.